قائمة المنتخب اللي شرفنا في المونديال الماضي وبإذن الله راح يشرفنا بهذا المونديال جاهزة صارت يا إخوان زي ما انتم شايفين. والقائمة صراحة عن نفسي كانت متوقعة، لكن في استبعاد للاعب ما أدري إذا أنتم صدمتوا ولا لا. طبعا اللاعب المستبعد زي ما انتم شايفين هو يوسف النصيري اللي تألق في المونديال الماضي وكلنا نتذكر هدفه على المنتخب البرتغالي. يوسف مستبعد، بصراحة يستاهل انهم يستبعدونه لانه قدم مستوى كارثي هذا الموسم مع الاتحاد. اللاعب اللي انضم للقائمة وانا اتوقع راح يكون نجم المونديال، هذا اللاعب موهوب بشكل كبير، اللاعب الموهوب ايوب بوعادي. ايوب اتوقع بيتألق بشكل كبير، عينكم عليه، ومع أناحي راح يشكل ثنائية مو طبيعية في الوسط. وزي ما تعرفون هذه مجموعة المنتخب المغربي راح يواجه المنتخب البرازيلي يا اخوان معاه بالمجموعة، وهايتي والمنتخب الاسكتلندي. مجموعة مو سهلة، اسكتلندا منتخب مو ضعيف، لكن انا والله ممكن اشوف المنتخب المغربي يقدر يتصدر. ترى يا جماعة والله المنتخب المغربي وصل ليفل يقدرون يتصدرون. ترى انشيلوتي بنفسه يحط المنتخب المغربي من اكثر المنتخبات المرشحة للمونديال. عموما الله يوفق المنتخب المغربي، وان شاء الله باذن الله يوصلون اعلى الاماكن، وممكن نشوفه بالنهائي. وصل نصف النهائي المره الماضيه، ممكن الحين بالنهائي باذن الله. والله يوفق جميع المنتخبات العربيه، وباذن الله نستمتع في المونديال مع المنتخبات العربيه. هل أنتم جاهزون يا أطفال؟ هاي كابتن، أنا لا أسمعكم. قائمة المنتخب المغربي، أنا ما خلعتنيش هذه القائمة أكثر من اللي خلعني نصيري اللي كاليفاهم دومي فينال. هذه ماركا كونت بورتيغال بالراس، طلع قاع 2 متر وضربها، خرج كريستيانو من كوب ديموند. ما عيطولهاش، قالوا له ما تجيش، قالوا ماكش عرفت تلعب، ماكش تماركي، ما تجيش. والله قالوا له ما تجيش. هذا اللي كاليفاهم، هذا اللي ماركا كونت بورتيغال، طلع بالراس ماركاها وهدف الوحيد. ما عيطولهاش. نهارت والله ما على بالي. طردونا وهبي، هذا المامو يكون في كوب ديموند. انا من عشاق بوفال، سفيان بوفال، انا نبغيه بزاف. مثالي سيدي، يلعب غايه وشيكو تكنيسيان. اسبانيا كي دار لهم كلاهم، اسبانيا كلاهم في 2022. على ما يدوش هذا، على ما يدوه نورمالمون. حنا مع بلايلي وانتوما مع بوفال. والله في زوج عندهم ستيل تاع بريزيل، الاخر ما داواش وهذا ما داواش. ما فهمتش انا، فهموني. وقائمه هاولي خوتي، دير بوز وقراها لها روحك، انا راني عيان باش نقراهم كاع والله. عييت. قائمة منتخبنا المغربي في كأس العالم. خلاص دخلنا في الجد. اللي قدامكم دول هم اللي هيلعبوا مش للمغرب بس، هيلعبوا لكل أفريقيا في كأس العالم. خلاص دخلنا في وقت الجد. الله 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 على القائمة. وأنا بقول الله يكون في عون المدرب محمد وهبي، والله يكون في عون المغاربة. ليه؟ عندهم لعيبة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، كتير عندهم كتير. يعني انت النهارده عندك الحاج كمشجع تقول ليه ما خدش ده وليه ما خدش ده، بس هم كلهم حلوين، كلهم يتاخدوا. بس هو كاس العالم قال لك 26 لاعب بس، 26 فقط، القايمه مش مفتوحه. فاللي عندك اللي ما انضمش ده ممكن في نفس المستوى بتاع اللي اتضم، لكن الراجل عنده كتير في كل المراكز، عنده وفره بسم الله ما شاء الله. وانا بقول لك لو جه سكتاوي وخد منتخب تاني من اللعيبه اللي سابها محمد وهبي، هيروح بيهم كاس العالم، هيبقى اقوى من كل المنتخبات الافريقيه بما فيهم مصر والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال وكل ده. يا جماعه في كاس العالم كل واحد بيعرف حجمه الطبيعي. المغرب هي المغرب، الاسود هم الاسود، هم دول اللي هيفرحونا. خلاص بقى سيبك من اللعب والهزار. المغرب هي المغرب في كاس العالم، ده منتخب هيمثلنا كلنا. سيبك انت بس بعد دور المجموعات، بعد دور المجموعات هتشوف بقى مين اللي باقي ومين اللي مشي. ابن الاهلي موجود في كأس العالم مع المغرب، يوسف بالعمري، فرحت كل الاهلاويه يا وهبي. فعلا بالعمري لازم يكون موجود. استبعاد محمد الشيبي، حاجه عنده كتير في المركز ده، يعني عنده حكيمي ما ينفعش، فالشيبي بره. تجناوتي لاعب الجيش الملكي في حراسه المرمى، عبقري في الاختيار ده، عبقري. شفنا تجناوتي مع الجيش الملكي عامل ايه، بسم الله ما شاء الله. ده قدام الاهلي في القاهره صادت 5-6 جوان. المغرب عندها لعيبه كتيره جدا، والعناصر الاساسيه زي ما هي، اشرف حكيمي، ياسين بونو، عز الدين أناحي، مرابط. العمالقه موجودين ومعاهم بقى تدعيمات من كل حته. في 3 ايوب كمان. يعني بصراحه قايمه بس تخض.
قايمه الله اكبر. الواحد بقى مشتاق امتى بقى تبدا كاس العالم بقى، امتى تبدا، امتى تبدا بقى، خلينا نستمتع، خلينا نتفرج. والايام بتجري بسرعه، والله الايام بتجري بسرعه. من 4 سنين ما كناش بننام، من 4 سنين العالم كله عرف المغرب، من 4 سنين كله عرف المنتخب المغربي. قبل كاس العالم في قطر افريقيا كلها من دور ال 16 بره، ده اللي بيصعد بيصعد بالحظ. دلوقتي لا، بقى لينا كلمه وبقى لينا صوت في كاس العالم. المغاربه عملوا الكره الافريقيه صوت وحس، وافريقيا بقى فيها فعلا منتخبات تنافس. حد بقى من المنتخبات اللي رايحه دي، ادينا رايحين 9 ولا 10 منتخبات، حد هيظهر مع المغرب؟ ده اللي احنا هنشوفه بقى، ده اللي احنا هنشوفه. نتمنى يا جماعه، احنا في كاس العالم كنا زمان بنشجع، شجعنا المنتخب السنغالي، شجعنا المنتخب النيجيري، شجعنا منتخب غانا، شجعنا كل المنتخبات الافريقيه. تخيل بقى انت المنتخب المغربي، شوف انت بقى المغرب، احنا كنا بنشجع مين ومين وسنغال ونيجيريا وغانا وبطيخ، دلوقتي بقى عندك المنتخب المغربي. يبقى مين اللي ما حدش هيشجع المغرب يا جماعه؟ ده احنا كنا بنشجع المنتخب الغاني، ولما ضيع ضربه الجزاء اللي كانت هتوصله المربع الذهبي افريقيا كلها، انا اقسم بالله كل ما بشوف ضربه الجزاء دي قلبي بيوجعني وبطني بتوجعني على صامويل ايجيان ده لما ضيعها وحطها في العارضه. لا لا لا، المغرب فتحت لنا حاجات كتير ونستنا حاجات كتير ودخلت المربع الذهبي وفرحتنا. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنشجع من كل قلبنا، وكلنا معولين على المغرب. ونتمنى والله يا ريت مصر تنافس مع المغرب، يا ريت اي منتخب تاني من افريقيا ينافس مع المغرب، ما عندناش اي مشكله، هنستمتع. بس جاء وقت الجد. قائمه المنتخب المغربي تفرح، قائمه رهيبه، قائمه حلوه، قائمه فيها الروح، فيها اللعيبه اللي شفناها قبل كده، وفيها اللعيبه احسن من اللي شفناها قبل كده. قائمه حلوه جدا جدا. ومحمد وهبي قال لك قبل ما يعمل القائمه: انا ما بجاملش، مش بجامل، تستحق التواجد هتبقى موجود. هو ده الراجل كان عنده حته المجامله شويه. اما وهبي مفيش الكلام ده، مفيش. بقول لك خد ابن الاهلي بالعمل، يوسف بالعمل، يعني لو ما بيجاملش ما بيجاملش. قايمه حلوه، انا استريحت نفسيا للقايمه دي. هنشوف بقى نختار لنا تيشيرت من تيشيرتات اللعيبه اللي رايحه دي ونشتريه ان شاء الله. يلا نزلوا لنا التيشيرتات. شكلي هشتري بتاع يوسف بالعامري اكيد، يعني مش عارف هشتري بتاع. للأسف هذه هي تشكيلة المنتخب المغربي اللي رايح بها للكوب دو موند اللي راح تلعب بها البرازيل اليوم. وهبين بعد 3 شهور من الانتظار اختار لك رحيمي المهاجم متاعك ومرابط في خط الوسط. والله لاني جاي نتمسخر ولا جاي ننتقد، نحب تفسير شنية الكريتير، شنية انتي الحاجات اللي شفتهم خليك تختار هذو من الاسماء. والله فما 5 ولا 6 نقاط في التشكيلة مش مفهومة، نحب توضيح. انا نحب وهبي يخرج يوضح لنا. ترقى بالعامري، نايف اقرد، مرابط، رحيمي، شنية التشكيلة؟ شنية التشكيلة؟ كيف انت ما تعيطش على زياش؟ كيف انت ما تعيطش على بوفال؟ كيف انت ما تعيطش على بقراوي، على سفيان بن جديد اللي ماركيلك اليوم دوبلي؟ اليوم في الطرح اميكال متاع المغرب مع بورندي ماركيلك دوبلي، ما تعيطلوش وتعيط لرحيمي؟ كيف ما تعيطش على معمى والزبيري؟ هذوما الزوز هذوما اللي يخذوا افضل لعيبه في كاس العالم للناشئين، كيف ما تعيط لهمش لدو؟ كيف فسر لي كيف ما تعيط لهمش؟ والله لاني جاي نتمسخر، نحب فسر لي. هذه هي القائمه متاع المنتخب، واكتبونا في التعليقات رايكم في قائمه المنتخب المغربي المشاركه في كاس العالم. السلام عليكم. وكيف مشوا الاخوان؟ كانوا دوما التعليقات ديال الجماهير على اللائحه النهائيه ديال المغرب اللي عطاو محمد وهبي هذا النهار اللي غادي تلعب في كاس العالم. حتى نتوما خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش لايك وكومونتير الاشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي ليه.